في قلب مصر، وتحديدا على أطراف الغربية، اتولد ولد ما كانش لا غني ولا ابن نجم مشهور، لكنه كان ابن حلم اتزرع في قلبه وهو لسه بيلعب بكورة مقطعة. الولد ده كان اسمه محمد، بس الزمان كان ناوي يكتبه صلاح بحروف من ذهب في كتاب الكبار. كل يوم محمد كان بيقطع 4 ساعات رايح و4 راجع، بس عمره ما اشتكى. كان بيجري ورا حلمه وهو ماسك كيس بلاستيك فيه شبشب وزمزمية، وحلم ب3 جنيه. صحابه كانوا بيلعبوا وهو بيتمرن، أهل قريته كانوا بيقولوا ابننا هيبقى حاجة كبيرة، واحنا كنا بنضحك، بس هو كان بيخطط بصمت. ومن نجريج لسويسرا، محمد صلاح كتب أول سطر في قصته بلغة العالم. في بازل الكرة بدأت تحترمه، وفي تشيلسي اتقال له اقعد احتياطي. في ناس كانت ممكن تنهار، بس محمد قال لأ، مش هكون ظل نجم تاني، أنا جاي أكون شمس. وبعد اللف والدوران جه اليوم اللي أوروبا كلها قالت فيه الملك المصري وصل. هداف الدوري، أسرع لاعب يسجل، وراجل واحد رفع فريق كامل على كتفه. محمد صلاح بقى حلم بيتحقق على عين العالم، ودرس بيتشرح في مدارس الكفاح. أنا ابن قرية بسيطة، بس عمري ما صدقت إني بسيط. كنت شايف إن اللي عندي كفاية يوصلني للعالم. أنا مش معجزة، أنا تعب سنين، أنا دموع على الأسفلت وسجود بعد كل هدف. أنا محمد صلاح، واللي بيبدأ من الصفر عمره ما بيخاف من البداية. ومهما وصل بيرجع يزور أهله، يبني مدارس، يساعد ناس. الشهرة ما كانتش آخر الرحلة، كانت بداية لمسؤولية أكبر. محمد صلاح مش بس نجم، محمد صلاح بقى رمز للي بدأ من الصفر وشق طريقه بإيده وبقى أيقونة أمل لأجيال. لو حد قالك حلمك كبير قوله ما هو قلبي أوسع، ولو اتقالك مش هتوصل قوله بس أنا اتحركت. محمد صلاح مش مجرد لاعب، ده الدليل الحي إن المستحيل ملوش وجود لو أنت قررت تبدأ.